السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ تعالوا كده نتكلم عن تفاصيل الخلاف ما بين زاهية داوود وحلمية داوود. من حوالي كده 3 سنين ظهرت حلمية داوود مع زاهية داوود في بعض الفيديوهات. الجمهور حب حلمية، فقررت حلمية تعمل قناة، وده كان بناء على طلب الجماهير. بعد ما عملت قناة وكانت المشاهدات حلوة جدا، وللأسف بعديها المشاهدات بدأت تقع عند زاهية. ولما المشاهدات بدأت تقع هنا حصل الخلاف ما بين زاهية وما بين حلمية. للأسف الست أم مصطفى الله يرحمها كانت دايما واقفة في صف زاهية، وحصل خلاف ما بينها وما بين حلمية، ودايما كانت نرمين هي نقطة الخلاف. دايما كانوا بيطلعوا في بث مباشر ويبدأوا كده يشهروا بنرمين، وسبب خلاف نرمين وزاهية داوود ان زاهية خرجت في بث وفضلت تقول لها انك انت كنتي متجوزة اكتر من مرة واتطلقتي ورميتي ابنك. وبعد ما حصل كل ده بدأ الجمهور يهاجم زاهية داوود، وشايف كده ان هو فضح بنت اخته، او يعني ان عادي الجواز والطلاق ده ما فيهوش اي مشكلة، ومش من حق زاهية داوود انها تشهر ببنت اختها. فبدأ الجمهور يكره زاهية داوود ويكتب لها في التعليقات انها ظالمة وانها بتحب الفلوس وانها ظلمت اختها الطيبة. من كام يوم كده خرجت زاهية داوود وفضلت يعني تشهر بنرمين، وللأسف امبارح نرمين خرجت في بث وفضلت كده تقول كلام كتير وتعيط وتقول ان انا ما مش هسمح لاي حد يسب في شرفي لاني محترمه، واي حد معاه صور ليا او حاجه ليا يخرج بيها، وان انا مش راميه ابني، وان انا مش هستحمل اي حد يهني او يهين كرامتي علشان الفلوس او القنوات. ظهرت الخاله حلميه وهي مكسوره القلب وكانت بتعيط هي ونرمين، وكل ده بسبب الدعم، لان زاهية داوود بيجي لها دعم من واحده اسمها لطيفه ومن ناس تانية. ولما الخالة حلمية جالها دعم من عبد الله بن الكويت ومن بعض الناس، بدأت زاهية داوود تقول ان حلمية بعتني بسبب الدعم. وسبب الخلاف الأكبر إن الخالة حلمية كان بيجيلها دعم أكتر من زاهية من بعض الداعمين أو بعض المتابعين. من كام يوم كده كلنا عارفين عبد الله بن الكويت ظهر الخالة حلمية وجاب لها خاتم ذهب، ومن هنا كده بدأت النار تشعلل. زاهية داوود خرجت في بث مباشر وأهانت نرمين داوود، وللأسف نرمين ما حبتش تسكت وخرجت امبارح في بث وفضلت تتكلم قد ايه الظلم اللي تعرضته من زاهية داوود اللي هي خالتها، وان المفروض خالتها تقف في ظهرها وما تفضحهاش، وللأسف هي ما عندهاش يعني حاجة تتفضح بيها. عايزين نتكلم في نقطة معينة، وقالت نرمين انها يعني لو عندها حاجة فالعيب ده هيبقى على آل داوود انهم سابوها. وقالت كده ان زاهية داوود بتهددها في بعض الرسائل، وبتهددها بمرات الضابط اللي هي صاحبتها اللي بترخص لها العربية بتاعتها، وفي خلاف كتير ما بين زاهية داوود ونرمين داوود. للأسف هو ده اللي حصل بسبب النفوس اللي شالت او بسبب الفلوس. عايزة اقول لكم ان الواحد لما بيتوجع بيقول او اخ بمعنى اصح، فما ينفعش كده نسلم للشيطان بسبب الدعم او بسبب الفلوس. وانا من خلال يعني تجربتي وانا بشوف فيديوهات زاهية داوود وبشوف فيديوهات حلمية داوود، زاهية دايما بتقول ان حلمية هي بتمثل الطيبة او التعاطف علشان الناس تتعاطف معاها. وكل الجمهور بدأ يهاجم زاهية داوود، ازاي انتي ظالمة بنت اختك او بتسبي في شرفها وبتقولي عليها كلام ما حصلش. اتمنى كده من الله ان ربنا كده يوفقهم باذن الله، وربنا يهدي النفوس ما بين زاهية وما بين نرمين وما بين حلمية داوود. وللاسف الجمهور بيقول فين الاخ الاكبر ليهم عشان يصالحهم او يفض المهزلة، لان مش كل حاجة لازم نخرجها على السوشيال ميديا. اسيبكم في رعاية الله، واتمنى كده انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وما تنسونيش في اللايكات والكومنتات.